هلا عيالي، شلونكم وشلون صحتكم؟ رجعنا لكم مقطع جديد. اليوم مقطع اسطوري. اليوم راح نتكلم عن مستشفى الشانقي، لأكثر الأماكن المسكونة بالأشباح. فقبل لا نطب على الفيديو، طفي الأضوية، عندك بمكان هادئ وما حد يمك، حط لك جلاس شاي واستمتع بالقصة، ولا تنسى زر اللايك والاشتراك. تقع مستشفى الشانقي بسنغافورة. سنغافورة واحد من أسرع بقاع العالم تطورا لهذا اليوم. كانوا يشبهونه الكثير من المشاكل العنيفة التي تركت أثر حتى هذا اليوم. مستشفى الشانقي واحد من أهم تلك الظواهر، كانت أكثرها تأثيرا. تم إنشاء المستشفى عام 1935 ميلادي، أكبر مستشفى عام في البلاد. سنغافورة كانت أرض النزاعات والصراعات وحرب العالمية الثانية، قانون من احتلالها والسيطرة عليها. من أكبر المباني مستشفى عام هي شانقي مستشفى عام من أكبر المباني، تحولت إلى قاعدة عسكرية لتعذيب الأسرى والموت بها، يعني يطب لها أسير ما يطلع من عندها عدل. واليابانيون أسروا جميع الجنسيات وجميع البلدان، أي واحد كان معاديهم من غير دولة من هاي يقضونه يأسرونه بهاي المستشفى ويعذبونه. المسؤول عن المعتقل هم الشرطة اليابانيين. يقول لك الوحشيه اللي عندهم كانوا يسمونها الوحشيه كانوا يقولون عليهم الوحشيه اللي عندهم مثل الجستابو اليابانيين، يعني ذول المافيات. تخيل القسوه والتعذيب. وبعد انهزام اليابانيين في الحرب، تحرر سنغافورة من سلطاتها. وعادت المستشفى على عهدها القديم، ولتصبح المستشفى العام الأكبر في البلد، يعني أكبر مستشفى بالبلد. بس يقول لك هل عادت الأمور إلى نصبها؟ يعني هل عادت الأمور إلى مكانها؟ تعال خلينا نشوف ليش ما رجعت لمكانها. بشاعة التعذيب على يد اليابانيين، الصراخ ما تسكت ولا دقيقة، يعني الصراخ اللي بيها والتعذيب اللي بيها ما سكتت ولا دقيقة. يقول لك كل المستشفى بالغرف، بالدرابين مال المستشفى، بكل المستشفى. يكون المستشفى والممرات كانت بتغطى بالجثث والأعضاء والدماء على الحيطان من التعذيب الصاير بيه. يقولك بس بعد من رجعوا المستشفى محوا كل شيء من عندها، يعني الدماء والاعضاء هاي رجعوها كلش، مسحوها كلش، يعني رجعوهم مستشفى جديده، يعني تم انشائها من جديد. ولكن الاشباح سكنت بيه من وراء التعذيب والجثث. يقول لك ما تقبل تطلع، تريد تظل بيها للابد. ويقول لك العاملين والممرضين بالمستشفى قاموا يشوفون اشياء خياليه. يقول لك يعني اشباح، كل شيء شافوا. يقول لك الصوت مال التعذيب لحد الان بيها مال الاسرى. ويقول لك عالم هواي ما صدقت راحوا للمستشفى حتى يشوفون يستكشفون هل هذا حقيقه ام اشاعات يعني قاعد ينزلون عليهم. فمن راحوا وشافوا بعينهم الاصوات والاشباح والتعذيب، انجنوا من انجنوا. ويقول لك الممرضين كانوا يشتغلون بيها والعاملين، يقول لك الريحه مالت الموتى والهاي يعني كأبتهم، يعني سوت بيهم حاله نفسيه. يقول لك يعني الريحه ماكو يعني مال التعذيب مال الجثث، يعني شايف الجثث هسه الجثه من تموت وتبقى على مكانها تطلع ريحه معتها. يقول لك الجثه مظلات على حطهن ما تطلع من الريحه من المستشفى شلع. وبعد شكاوى هواي من العالم والهاي، اضطرت يعني الحكومه عام 1997 اغلاق المستشفى ولتكن مغر للاشباح لترقد بسلامه دون ازعاج احد. يعني ظل المستشفى لهم، لا حد يروح له ولا حد يطب له. عام 2010 استخدمت المستشفى لتصوير فيلم، يصورون به الفيلم وسموه الفيلم شانقي المسكون، يعني هي على اسم المستشفى والمسكون. يقول لك كادر التصوير من كانوا العالم يسولفونه ما صدقوا، بس من راحوا يصورون وشافوا الشيء بعينهم على مثل الاشباح وعلى الاصوات وعلى الهاي، تجنوا. سدوها بعد ما حد يطب لها، ما حد يوصل لها كلش، وها ملجأ للاشباح. هاي كانت قصتنا اللي هنا. وراح اخليكم صوره مال واحد راح زارها، انتبهوا على الصوره كلش، انتبهوا على الصوره عدل، وراح يشوفون شي بيها. وانا ما راح اقدم لكم عشان عليهم، وراح اقدمها وساعة يهزون. فهاي كانت قصتنا اليوم، مستشفى الشانقي. ان شاء الله تنال اعجابكم، ولا تنسون زر اللايك والاشتراك. راجع لكم قصه حلوه.